بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كده نبدأ فيديو خفيف اوي صغنن كده وحلو، وهتستفادوا منه عشان هو ايه، آه، جديد يعني، حلو، حاجة هتعمليها كده وهتتبسطي منها ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو طبعا ما تنسوش يا جماعة تدعوا لأهل فلسطين. ادعوا لهم يا جماعة وكثفوا الدعاء لعل الله يستجاب ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يلطف بيهم يا رب. كده هنجيب لفة جلاش، هناخد نصها ممكن تعملي نصها، ممكن تعمليها على بعضها. هنقسمها كده ايه، آه تجيبي مثلا تقسمي اللفة كده او نص اللفة كده ايه، كام طبقة كده، يعني 5 6 طبقات كده. وبعدين تعمليها مستطيل كده بعرض ايه، بعرض كفة ايدك كده. وبعد كده تقطعيها مكعبات كده بالشكل ده كده، وتشرشريها بقى. بتجيبي قطاعة بيتزا مشرشرة، لازم تكون مشرشرة، وتقطعيها بالشكل ده كده الجميل ده كده، وتبقى ايه، ده بيتباع جاهز وغالي جدا. يعني الجلاش المشرشر ده بيتباع غالي جدا، اللي هو المكعبات المربعات ده، يعني ايه، قطع كده بيتباع جاهز قطع كده. بس طبعا انت بتجيبيه تتعاملي معاه معاملة الجلاش العادي الحلو. بس احنا بقى ايه، هنعمله على ايدينا اهو، بنعمله على ايدينا اهو. نجيبي لفة جلاش عادية خالص وتعمليها، تقطعيها كده مستطيلات طويلة، وبعدين ممكن مربعات صغيرة كده بنفس الشكل. بشرشريها بقى، بتديها الشرشرة دي بقطعة البيتزا المشرشرة الحلوة دي، تديك الشكل الجميل ده، وما تشتريهوش من بره وتعمليه انت خالص. وبعد كده بقى ايه، ممكن تعملها مثلثات زي دي وتحشيها جوز هند مبشور او اي حاجه. بس هي ايه، كده وكده حلوه ساده كده، حلوه قوي اهو، بنفس الشكل الجميل ده كده. تكرري نفس كله كده، كل الكميه كده لحد ما تعملي الكميه اللي انت عاوزاها. اه، بتجيبي اللفه كده وتتنيها على بعض، تتنيها على بعضها كده ايه، مستطيل طويل كده. بس تكون 5 6 7 طبقات عشان تدي توريقة حلوة كده وتبقى حلوة. وبلاش نشتريه، احنا بنعرف نعمله، نشتريه ليه بقى؟ طب ليه تشتريه لما انت تعرف تعمليه؟ اهو، تقطعي كده وبعدين كده مربعات مربعات، وبعد كده تشرشريها بقى ايه، مربع مربع كده. ايوه، بنفس الشكل ده كده اهو. وبعد كده بقى ايه، تسهل السمنه عادي، سمنه سايحه او زبده. انا سقيته زبده سايحه، ودخليه الفرن على درجه حراره 180، هيحمر من فوق ومن تحت، من غير حتى ما تشغلي الشوايه على الرف الوسطاني فوق الشبكه. وبعد كده تسقيه شربات بارد عادي، واهو بنفس الشكل الجميل ده بقى بيتباع جاهز، غالي قوي ومش كتير، يعني مش بتلاقيه اصلا. اه، بس اهم حاجه تكون القطاعه مشرشره. اه، حلو قوي كده، جربيها هيعجبك ان شاء الله. وشكله حلو وفي التقديم جميل وجديد اهو. نبدأ بقى نسقي دي زبدة سايحة او سمنة، ممكن يعني سمنة او زبدة اهو. تجديد وتغيير في الجلاش. وبعدين في ناس بتحب الجلاش السادة كده، مش بتحبه محشي او الحاجات دي كده، بيبقى خفيف وحلو. ونص اللفة عملت كمية كبيرة اوي كده بالفرشة كده، تسقيه وهتلاقيه مورق، يعني سقيتيه بالفرشة بس هيبقى مورق اهو. طلع من الفرن اهو. بس انا ما عرفتش الخطوة راحت بتاعت ان انا وانا بسقي الشربات، لكن بنفس الشكل الجميل ده قوي، حلو قوي اهو. شوفي بيطلع قابب وحلو بنفس الشكل ده كده. اللي يعجبه الفيديو ما ينساش يحط لنا لايك واشتراك لو سمحتوا.
بألف هنا وشفا اللي جربوا ويعملوا. وشكرا ليكم.